انتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري بالتعادل الإيجابي 1-1. مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة بين الفريقين في الشوط الأول. نجح البنك الأهلي في تسجيل هدف التقدم عن طريق مصطفى شلبي، وذلك في الدقيقة 11 بعد استغلال هجمة منظمة وضغط مبكر على دفاع الأهلي حاول العودة في النتيجة، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم البنك الأهلي. في الشوط الثاني زاد ضغط الأهلي بشكل واضح وكثف هجماته على مرمى البنك الأهلي، ونجح محمود حسن تريزيجيه في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80 ليعيد الأهلي إلى أجواء اللقاء بعد الهدف. تبادل الفريقان المحاولات لكن دون تسجيل أهداف أخرى لينتهي اللقاء بالتعادل وحصول كل فريق على نقطة. بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة ليحتل المركز الثالث. تعادل مخيب لآمال جماهير الأهلي خاصة في ظل حالة الاستقرار التي يحظى بها النادي والصفقات الجديدة التي لم تقدم الإضافة المنتظرة.